راجل فجأة لقى نفسه رجع عنده 18 سنة تاني. أول حاجة عملها إنه راح يدور على أبوه وأمه، لأن في الخط الزمني الأصلي كانوا اتوفوا خلاص. كان فاكر كويس إنه وهو عنده 18 سنة كان متمرد جدا، ما كانش بيكلم أهله، عصبي على طول، عمره ما كان بياكل من أكل أمه وكان شايفهم مزعجين. لكن يوم ما جاله التليفون وقالوا له إن أبوه وأمه توفوا في حادثة عربية، ندم في لحظة على كل حاجة. رجع البيت شاف آخر أكلة أمه كانت عاملة لها له، وقعد يعيط وهو بياكل كل لقمة منها. دلوقتي هو متوتر، مش عارف بعد ما رجع بالزمن أهله لسه عايشين ولا لا. يدخل البيت وينادي بصوت واطي: ماما، بابا. محدش بيرد. يفتكر إنهم اتوفوا خلاص ويبدأ يعيط فورا. فجأة باب أوضة النوم يتفتح وأمه تخرج. هيسو كان فرحان بطريقة مش طبيعية لما شاف أهله، جري عليهم وحضنهم. أبوه وأمه مش فاهمين في إيه، لأنه عمره ما عمل كده قبل كده. من اللحظة دي لازم يحط خطة صح. هو ناوي يمسك عضو المجلس اللي موت أهله، ولازم يبقى أقوى. لما أهله بيخرجوا الشغل هيسو يطلع يودعهم، يشوفوا ابنهم فجأة مؤدب وهادي كده، فيستغربوا ويحسوا بعدم راحة ويفتكروا إنه أكيد عامل مصيبة. لكن جواهم مبسوطين إنهم شايفينه بيتغير للأحسن. من اليوم ده هيسو يقرر يغير حياته، يسجل نفسه في دروس خصوصية، يبص على مسائل الرياضة اللي بقاله 10 سنين ما لمسهاش ومش عارف لسه يقدر يتعلمها ولا لا. يروح يسأل المدرس يساعده. المدرس عنده توقعات كبيرة ليه، وأيا كان الدرس إيه هيسو بيذاكر بجد جدا ومش بيكسل خالص. في اللحظة دي هو رايح يستنى أهله يخلصوا شغل، فجأة يشوف عربية داخلة عليهم مباشرة. يفوق بسرعة، يطلع كله حلم، لكن ده حصل فعلا في الحقيقة. يبص في النتيجة يلاقي إن تاريخ وفاة أهله بكرة.